مثل سوداني بقول لك يعني اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. اخوكم السماني ادم حامد مالك انا كنت صوفي، كنت صوفي وكنت ماخذ الطريقة السمانية وماخذ الطريقة القادرية، طريقتين يعني، وكنت مقدم في الطريقة السمانية. وكان عندي كل يوم اثنين ليلة، كل يوم اثنين بدق النوبة جنب البيت وبنصب الرايات وبسوي الفتة والبليلة وبجمع الناس في الحي عشان يجوا شنو يذكروا الله بالنوبة وينططوا حي قيوم حي قيوم بالنوبة. تنقد 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 ده كله كنت قاعد اعمله. عندي خيمة في المولد سويت السنة واحد منها وتاب الله عز وجل علي وتركت التصوف. نعم تركت التصوف بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذه الدعوة السلفية المباركة تركت هذا المنهج المنحرف. والله يا أخواننا الصوفية دعوة إلى الشرك بالله، دعوة إلى البدعة والخرافة. أيوة والله كل القصائد اللي بيقولوها أخواننا هنا نحن كنا بنعتقد عقيدة عديل. شفت كيف بناديهم بناديهم دي كنا بنعملها عديل. يعني أنا مشيت قبب ومشيت زيارات، جوا القبة أنت بتطوف زي طوافك بالكعبة، حاجة شفتها بعيني وعملتها الحمد لله ربنا تاب علي. بنطوف وبنسأل الميت بنسأله النفع وبنسأله وبنستعيد منه من الضرر. الميت الشيخ بنعتقد فيه. كنا بنعتقد كل القصائد اللي بيقولوها اخواننا ديل والشباب ديل جزاهم الله خير وبينوها للناس. ممكن المنهج بتاع بيان يكون فيه غلظه وشده، لكن هو عنده دليل على الكلام ده، عنده دليل انه يبين بهذه الصوره. والله الكلام ده كله كنا بنعتقده وكنا بنطبقه وبنعمله. واخطر عقيده كنا بنعتقدها انه الشيوخ بيعلموا الغيب، انه الشيوخ بيعلموا الغيب. والكلام ده يعني اصل له البرعي في قصائده زي ما قال قوماك نزاور للأولياء الأكابر، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب ظاهر وباطن. يعني كنا بنعتقد انه والله الشيوخ ده بيعلموا الغيب. واحد عنده مشكلة عنده حاجة رايحة له بيمشي لمنه للشيخ عشان يسأله انه يرد له حاجته دي او يقضي له الحاجة بتاعته. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي شنو؟ قال له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الكلام ده للرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم والله الصوفية دعوة إلى الشرك بالله عز وجل، الكلام ده أنا مجربه، ودعوة إلى البدع. يعني انت بتذكر الله بالنوبه كيف؟ يعني انا داير اعرف النوبه دي كنا بندقوها بننطط لحد ما العرق يكب. حي قيوم حي قيوم حي قيوم الله الله، يعني حاجه استهزاء بالدين يا اخي، ده استهزاء. أيذكر الله عز وجل بهذه الطريقه؟ أيذكر الله عز وجل بهذه الطريقه؟ انا لما خشيت ذاتي لاوزت، انا لما خشيت بنيه التمسك بالدين صحيح. انا ابوي صوفي وعندي اخوي في البيت صوفي جد كمان. يعني نحن حينا كله صوفية وبنمشي الزيارات في الصابونابي هناك عندنا في ولاية السنار. انت كيف؟ الكلام ده عندنا يعني نحن هناك. بس الأخ قال أنا من أسرة صوفية، لكن أنت ما تعمقت في التصوف. أنا تعمقت في التصوف، كنت مقدم عديل بلبس جلابية خضراء، عندي رايات، عندي نوبة، عندي خيمة بتاعت مولد كمان، خيمة بتاعت مولد يا أخواننا تخيلوا. أيوة والله. فشفتوا يا اخواني الكرام الصوفيه دعوه الى الشرك. انا بقول لك عديل والله، انا والله قلتها لابوي، قلتها لابوي والله، وهو بقول لك نحن علمنا. انا لما خشيت قلت له داير العلم، والله قعدت مع الشيخ. طبعا الشيخ الاول كذا نقص لكم قصته، لما اداني الطريقه انا لاوزت منه. كيف؟ لانه كان زول مترفع متكبر اسمه الشيخ السماني في منطقه اسمها معيدان علينا هناك. يعني اول حاجه الزول ده قاعد في كرسي فخم كده بتاع المكاتب داك، اللابتوب بتاعه قدام، السماعات في اذنينه، قاعد يا زول الجماعه يجوا يخطوا له البياض ويعزم لهم. ده الشيخ السماني ده. نحن جينا الناس السوكي اخذنا الطريق، اذن الاذان بتاع العصر، قفلوا الشيخ جوا اوضته ونحن مشينا الجامع جوا المسجد صلينا، وانا قلبي اكلني يا جماعه. الشيخ ده وينه ما جا صلى معانا. قلت له يا اخونا الودانا الغشانه اسمه ابازر الله يهديه الى الصواب، قلت له يا اخويا الشيخ ده ماله ما جا صلى معانا. قال لي يا زول هوي الشيخ ده بصلي في مكه انت يا زول. الكلام ده والله يا اخوان الكلام ده قالوا لي شخصيا،
قلت له يا زول الكلام ده صحيح؟ قال لي صحيح. انا سكت على كده، ما كان عندي علم عشان اقدر اردها. وعبد الله بن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. في عهد الصحابة كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجل والرجلين حتى يقام في الصف للصلاة. ما كان بيلعبوا في الصلاة الصحابة. ده شيخ ولي بدي الناس الطريق وبوجههم لرب العالمين، وهو بيتخلف عن صلاة الجماعة. دي أول حاجة خلت قلبي ياكلني شوية. بعد فترة بنمشي له زيارات وأنا ما مطمئن له. جيت قعدت مع الصوفية في البلد، هم خليط غادرية وبرهانية وسمانية. عندنا عصر كل يوم جمعة، والعصر ده يا أخواننا بتسمع فيه النبذ الفاحش البذيء ده. بزاء ما بعدها بزاء. يقول لك ده مشربنا بتاع الطريقة. أنا اعترضت. أنا جيت عشان أطلع من الجو بتاع النبذ ده والحفلات وبتاع، وأجي ألقى جو ديني لقيت أسفت من الجو ذاك. والله العظيم صحي زي ما بكلمك. فقلت لهم يا جماعة والله يا الشيخ السماني ده ما عنده خلوة وما عنده، أنا ده أتعلم الدين يا أخي. الشيخ ده والله قلت له يا شيخ سليمان، ده اسمه شيخ سليمان، ما عاجبني والله. ماخذ طريقة غادرية مكاشفية الزول ده، وبدي طريقة زول مقدم كبير. قال لي يا زول ان احنا طريقتنا دي احسن طريقة، الطريقة الغادرية المكاشفية. قال لي اول حاجة شيخنا عبد الباقي المكاشفي ده قعدني لك قدامه الزول ده. قال لي شيخنا عبد الباقي المكاشفي ويبكي ويقلقش في دموعه. والله يا اخوانا قال لي والله شيخنا عبد الباقي المكاشفي ده عنده كرامات لو حكينا لكم بها الصلوات الخمسة تخلوها. قال لي الرسول جاو في اليقظة، ما جاو في النوم. جا قعد معاه وقال له يا شيخ عبد الباقي المكاشفي انت ما بتدي الناس الطريقة لشنو؟ قال له والله يا رسول كان بتضمن لي ناسي ديل انا بديهم الطريقة، تضمنوا لي في الجنة. قال له والله انا اضمنهم لك بخمومهم ورمومهم وسجم رمادهم. قال لي والله اللي باخذ الطريقة المكاشفية النار ما بتاكله لا في الدنيا ولا الاخرة. عديل حلف لي. وفي قصص كثيرة بس انا ما داير اطول على الناس، لكن دي القصص اللي بيحكوها لي رغبني في الطريقة بتاعته. تجيب من ضمن القصص برضه قال لي انه الشيخ ده بيحيي الموتى يعني. وقال لي انت عارف سموه المكاشفي ليه؟ لانه بيكشف ما في القلوب. يعني عارف انت لما تجيو كده بكاشفك كك بيعرف انت جواك فيش، انت جاي ليه ذاك. عديل والله قال لي كده. قال لي يا اخي كان في مرجات ماشيه الحج عندها بنيه صغيره، قالت له يا ابويا المكاشفي بتدي امانه فوق رقبتك امشي احج واجي. هالمره فاتت وجات لي قد بنتها ماتت، بقت للشيخ هنا في رقبته. بنتي بس قالت لي ما بعرف. قال لها يا مرة بنتك ماتت قبال كذا شهر ودفنها. قالت لها انا بنتي بس دايرها هسي، انت شيخ على شنو؟ لازم تجيب لي بنتي. قال ابونا الشيخ المكاشفي والله يا جماعه بتذكر الموقف ده والزول بيبكي. الكلام ده قبال 4 سنوات، انا كان عمري 17 18 سنه معاك فيه. قال للحوار بتاعه يا فلان تعال. فلان ده قال له تمشي قبر فلان اتدفناه قبال كم يوم وتقول لها قال لك يا ابويا الشيخ المكاشفي تقومي باذنه كمان. قال لك الفقير ده استغرب ذاته تحير، قام فات بس فات وقف في القبر كده. ويا اخونا والله لازم هذه الافكار تنقض، ولازم هذه تنقض بهذا الاسلوب، لانه في ناس كتار معتقديننا، في ناس كتار ماشيين عليها. انت كم ما وريته نصاح ما بموتوا على كده، ودين شالوا حق الله ودونا العبيد. لازم الناس دي تتكلم، لازم الناس دي تبين. كما بينت الله بيسألنا كلنا بعد يوم القيامة. قال الفقير ده فات القبر ووقف في راس البيت قال لي يا فلانة ابويا الشيخ قال لك تقومي باذنه. البيت دي كم قامت؟ زولك ده قال لك جرى خاف. قال البيت دي جات من سمعت جات البيت المكاشفي قال للمرة تعالي ديك بنتك سوقية وامشي. المرة قال ساقت بنتها وماشية كده البيت، مرقت من بيت المكاشفي وقعت البيت ميتة، ماتت تاني. المرة قالت آمنت بيك يا المكاشفي، يعني رديت لي امانتي حييتها لينا كده شنو؟ كده اطمئنيت ان بنتي ماتت صحي. بعد ذاك قاموا فاتوا شنو؟ دفنوها. قالوا الفقير ده قام جاو قال لي ابويا الشيخ يا اخي دي درجة شنو الوصلتها دي ذاته، حتى ما بتقول باذن الله. يعني انت قلت له شو؟ قول لها قومي باذنه ولا باذن الله ذاته يا الشيخ. قال لي يا فلان انا لو قلت لك قول لها قومي باذن الله واذن الشيخ كان المغابر دي كلها قامت وجات وراك. ده الكلام اللي قالوا لي. والله يا الزول ده صوفي كبير ولا الان صوفي. ده شفت تجي تقول له يا اخي لما تعتر له طوبه كده يا المكاشفي، قايم يا المكاشفي، قاعد يا المكاشفي، شارب مويه يا المكاشفي، ما بس احواله كلها المكاشفي يا جماعه. والله نحن صوفيه الكلام ده ما كان بيسرنا.
أسي تمشي تقول له يا عم فلان يا أخي ما تقول يا المكاشفي والله عنده بسطونة خدتية بس مخصوص للناس اللي بيقولوا له الكلام ده غلط، مبرمج على البرنامج ده. فأنا الداير أقوله إن الصوفية دعوة إلى الشرك بالله ودعوة إلى البدع، تريد أن تصرف الناس عن التوحيد وعن السنة النبوية المطهرة. والكلام ده أخواننا جابوه من الكتب، لكن أنا بقول لك إنه هو واقع موجود، والأخوان المسلمين سكتوا عنه، وجماعة أنصار السنة الموجودة هسي ساكتين عنه، وناس كتار ساكتين عن الكلام ده، وما ينبغي أن يسكت عنه. سكت عنه علماء الأمة رغبة أو رهبة، ساكتين عنه ليه؟ ده ما باطل. مفترض الصوفية ذاتهم المتعلمين العارفين ده صح وده غلط. هو ما في شيخ بيقول للناس تعال اعبدوني، لكن ما قاعد يقول لهم ما تعبدوني. بيكون شايفك انت بتحبي له زي ده، شفت كيف؟ عشان جاي يتقبل يده بمد عليك. والله العظيم ما بقول لك يا اخي لا 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 لا، بل عديل وحدين ديل بيقول لك نحن اولياء عديل ينادوك تعال. ده حال الصوفية، دي الصوفية الموجودة الان، ودي هل بينتقدوا فيها اخواننا ديل. والله الذي لا إله غيره هذه دعوة مباركة، هذه دعوة مباركة، هذه دعوة مباركة، وأسأل الله أن يبارك فيها وأن ينقذ بها أناسا كثر قد وقعوا في هذا الغي وفي هذا الضلال. فأسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله.